السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صابر. النهارده ان شاء الله هنبدأ سلسلة دروس مختلفة شوية عن اللي احنا كنا شغالين فيه، لان احنا يعني بدأنا نشتغل في ورك شوب بسيطة وما كانتش محتاجة مننا شغل. لكن دلوقتي مش هينفع بقى نعتمد على الشغل الجاهز والادونز والحاجات دي كلها، فهنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد حاجات جديدة. واول حاجة هناخدها حاجة اسمها الموديفايرز. طبعا انا نزلت كيوب لقيته على الموديفايرز لان انا كنت شغال عليه. فطبعا انت لما تيجي تنزل كيوب او مثلا تيجي تعمل نيو بروجكت، عشان ما تتلخبطش معايا، ادي نيو بروجكت اهو بالشكل ده، فانا هقول له شيفت اي وانزل كيوب، بينزل بالشكل ده. طبعا هو بيبقى متعلق على السين المشهد بتاعك. عشان تخش على الموديفايرز بتروح على المفتاح ده، تحس هو مفتاح كده عربيات او حاجه زي كده. طبعا الجدير بالذكر ان انا دلوقتي على اداه السلكشن تول وشغال معايا الجيزمو، اللي هو يعني كاني واقف على التول دي. تمام. طبعا ده اوبشن انا بعمله من هنا كده بتعلق الموف، او ممكن تعلق الثلاثه دول. انت او ما تيجي تمسك الاوبجكت على طول اوتوماتيك هو شغال هنا، حتى وانت شغال على اداه السلكشن. بس طبعا انا بفضل ان انا اشغل ده، بس طبعا مش في كل الحالات، يعني احيانا بس عشان في البوزيشن بيبقى سريع معاك، مش محتاج ان انت تدوس له جي واي وتبدا تشتغل، لا يعني احيانا بيبقى سريع، بيديك سرعه اكتر. طيب ايه هي الموديفايرز؟ الموديفاير عباره عن اوبجكت او اوبريشن معين بينزل على الاوبجكت بتاعك، تمام، بيديله امكانيات مختلفه. خليني ادوس على كلمه اد موديفاير، هيفتح لي كل البانل دي، كل دي موديفايرز، تمام، بس متقسمين لاربع اجزاء. اول حاجه اسمها موديفاي، يعني يعني زي كده ايه، نقدر نقول تعديل او مثلا استخدام. يعني هنا دي حاجه بتستخدم في حاجه تانية. يعني انت عندك هنا بقى المش كاش، الداتا ترانسفير، حاجات طبعا فيرتكس ويت، ايديت وميكس وبروكسي وبروكسيميتي. طبعا الحاجات دي مش وقتها دلوقتي خالص. عندك الجنريت، ودي اغلب الحاجات اللي بنشتغل فيها. الديفورم نفس الكلام برضو بنشتغل بيها كتير. الفيزيكس دي بيبقى موديفاير بس بيبقى مربوط بالبانه بتاعت الفيزيكس. يعني ولنفترض لو انا دوست هنا مثلا، خليني اقول فلود، يعني كسوايل او حاجات زي كده، لو رحت على الفيزيكس هلاقي نفسي ان انا شغلته من هنا. طب لو طفيت ده كده، هروح من هنا ادوس هنا اكس امسحه. لو رحت على الفيزيكس وشغلت مثلا هنا برضو الفلود بالشكل ده، هروح على الموديفاير هلاقيه. فطبعا دول بيبقوا مرتبطين ببعض، ما بنستخدموش من هنا، بنستخدمه منين؟ من الفيزيكس. فالجزء اللي على اليمين ده كله يعني مش بنستخدمه بالطريقه دي، بنستخدمه بطريقه ثانيه. الاوشن اوكي ماشي، ممكن نستخدمه من هنا، ولكن وهكذا يعني. طيب العامة ان احنا هنشتغل فيه اللي هم الصفين دول. خليني ابدا بالاري، وركز كده اول ما ادوس اري ايه اللي هيحصل. اولا نزل عندي هنا كده بانل، وبعدين لقيت الاوبجكت بتاعي يعني كبر. طيب انا عايز اتاكد هو ايه اللي حصل فيه. انا مش كبر بقى. خليني ادوس على السهم ده برضو، ولكن المره دي هشغل الواير فريم اوفرلاي. تمام، الواير فريم دي دلوقتي انا شايف ان في خط في النص، يعني الاوبجكت بتاعي اهو بس اتكرر. تمام، على اساس ايه اتكرر؟ على اساس الكاونت. يبقى الاري دوت بيزود العدد اللي عندي. يعني انا معايا اوبجكت بيكرروا اكتر من مره، يعني انا لو دوست هنا سهم كمان هيبقى 3 4 5. طيب على اساس ايه برضو؟ على اساس الفاكتور. دلوقتي الفاكتور هنا بيقول 1 متر او 1 قيمه عموما، ايا كان القيمه ايه. الاوبجكت بتاعك اصلا بينزل 1 في 1 في 1. وعشان تتاكد من حاجه زي كده، خليني ادوس هنا اكس، بعد كده شيفت ايه، وانزل هنا مش كيوب. وقبل ما اعمل اي حاجه دوس على الكيوب ده كده، هتلاقي ان هو 2 متر، الحجم بتاعه 2 متر. تمام. لو انت مش متاكد من حاجه زي كده، انت بتروح من هنا بتلاقي عندك الدايمنشن 2 في 2 في 2. انا اسف، مش 1 في 1، لا 2 في 2 في 2، انا اسف. 2 متر في 2 متر في 2 متر. تمام. بس عايز اقول لك على حاجه، 2 متر عرض و2 متر ارتفاع و2 متر عمق، يعني من اول البيفوت لحد الاخر ده 1 متر، ومن اول البيفوت لحد توب كده ده 1 متر، يعني ده كده 2 متر. تمام. ف يعني على هذا الاساس لما بتنزل الاري وبيتحرك 1 متر او يعني قيمه واحده بس، يبقى الفرق ما بين ده وده 1 متر. ايا كان، مش دي القصه دلوقتي. دلوقتي ولنفترض ان انا خليت ده بصفر مع الاكس، ورحت على الواي قلت له 1.
يبقى كده هو اتحرك على محور الواي. طب خليت ده بصفر وخليت ده بواحد، اتحرك على محور الزي. يبقى دلوقتي كده الرقم اللي انت بتكتبه هنا بيحرك الكاونت. طيب خليني احط هنا واحد وازود بالشكل ده. طب انا حاسس ان هما لازقين في بعض، طب انا ممكن ازود ده. عادي، زود كده شويه. بص ما بقاش بيتحرك بقى 1 متر بس من بعده على طول، لا ده هو بقى بيتحرك جزء اكتر. تمام، ده جميل. خليني اروح من هنا اقول له واحد. عندي حاجه تانية اسمها كونستانت اوفست. لو فتحت السهم ده هتلاقي عندك 1 متر. لو دوست هنا كده هيبعد كل واحد عن التاني بقيمه ثابته 1 متر. شايف؟ قيمه ثابته. تمام كده، تمام قوي. طب لو انا كتبت هنا واحد، طب لو كتبت هنا برضو، خليني اعمل كده واحد، هيبقى كده عندك واحد. لما تيجي تبص كده، واحد على الواي اهو، سوري خلينا نبدا من الاكس. واحد على الاكس، واحد على الواي، واحد على الزي، صح كده؟ تمام. يبقى ده كده الكونستنت اوفست. خليني اعمل كده واقول له هنا زيرو بالشكل ده. طيب، او ممكن الغي كمان كونستنت اوفست. عندك هنا الاوبجكت اوفست، طبعا مش هنشتغل بيها. عندي هنا حاجه مهمه جدا اسمها الميرج. انا هشغل الميرج، تمام، وهبعد دول عن بعض بالشكل ده كده. خلي بالك كل ما هتزود الديستانس، انا عايزك تركز على ده كده. طبعا هو ده الفرق ده كبير قوي، خليني بس اقول ده زيرو. يعني فرق كبير قوي، خليني مثلا حاجه زي كده. زود الديستانس كده، يفضل زود. بص كده، اول ما وصلت لجزء معين 8 من 10 متر، في ساعتها لزقهم في بعض. هنا بيقول لك ادمجهم لي في بعض. بص اول ما عمل كده راح عمل لهم دمج، عمل لهم ميرج على طول. تمام. طيب يعني معنى كده ان انا يعني مثلا خليني اعمل سكيل. سكيل، انا عايز اربط السكيل مثلا على، اقول له مثلا سكيل اكس مثلا بالشكل ده. بكده هم كلهم مربوطين عندي على محور واحد ولازقين في بعض. طبعا بتفرق معاك في ايه؟ بتفرق معاك لما انت بتيجي بتاري حاجه زي السلاسل، حاجه زي مثلا الحبل مثلا، او حاجه زي كده. تمام. طيب طبعا انت عندك هنا اليو في بس مش وقتها، والكاب مش وقتها، وده بس اللي اقدر اقوله لك على الاري. فاضل حاجه اخيره بس بسيطه كده انا عايز اقولها لك، ان انت من هنا كده طبعا تقدر تقفل الموديفاير، وتقدر تقول له شيفت دي بالشكل ده. شيفت دي تعمل دبليكيت للاري. انا الزرار بس عندي علق ما عملش. تمام. طبعا شيفت دي هنا كرر الاري. تمام، ضرب الاري في نفسه، ما عملوش مره ثانيه، لا ده 4 في 4، يعني اشتغل على ده، يعني اخد ده كده وكرره 4 مرات. تمام. بس انا مش عايز اعمل كده. شايف الرقم ده؟ هاخده كنترول اكس، يعني هاخده كات. تمام، اخلي مثلا 0، معرفش ليه عمل كده. اقول له هنا كنترول في على الواي. بص كده، كرر هنا اول مره واخد التكرار ده كرره هنا. يعني الاولاني ده كان بيكرر على الاكس. خليني اشتغل على واحد احسن، عشان انا مش عايز الدنيا تبقى متكعبله. خليني اشتغل على واحد، وخليني مثلا امسح ده واروح من هنا على كونستنت، واقول له اتحرك على مثلا المحور ده مثلا شويه بالشكل ده كده. وخليني اقول له هنا شيفت دي بالشكل ده. وبعد كده اروح بدل ما ده يبقى واحد هخليه صفر، واروح على ده اخليه واحد. تمام. اوكي الكونستنت طبعا يعني ما اشتغلتش معانا هنا، طبعا كان لازم ان احنا نعملها بالطريقه الاولانيه. ماشي، مش مشكله عادي. مش مشكله، فهنضطر ان احنا نشتغل بقيمه ال 1400 دي او 1.4 دي، مش مشكله. تمام. طيب مره ثانيه هقوم جاي قايل له الشيفت دي بالشكل ده، هيكرر تاني. هفتح هنا واخد القيمه دي كنترول سي، خليني بقى اقول له هنا صفر، واقول له هنا كنترول في واقول له انتر. يبقى كده هو عمل لي اري على شبكه زي حاجه زي كده. الحلو في الموضوع ان انا لو دوست تاب دلوقتي هقدر اعدل الاوبجكت ده بكل سهوله. يعني لو مسكت البوينت دي كده وبدات اعدلها يعدل كله زي ما انت شايف بالشكل ده. طبعا هنا انت عندك عشان انت رابط على الاوفست، فما ينفعش ان هم يبقوا لازقين في بعض. تمام. عندك مثلا حاجه ثانيه، خليني انزل من هنا مثلا حاجه زي البيفل. اوكي، بيفل حاجه زي كده مثلا، وخليني مثلا ازود اماونت شويه
مثلا بوينت 5 حاجه كده. خليني ازود حاجه زي كده، رايت كليك اوتو سموث واعمل كده. خلاص كل حاجه تمام. طبعا انت شايف ان انت عندك هنا الواير فريم، فخليني ممكن اشيل له الواير فريم. خلاص عملت الاري بتاعي بالشكل ده، بقى عندي اكتر من اوبجكت. طبعا ده ما بيمشيش على كيوب بس، ده بيمشي على اي حاجه. طبعا البيفل احنا مش ما شرحناهوش النهارده، طبعا احنا هنشرح كل يوم هنشرح حاجه. تمام. اتمنى تكون استفدت من الدرس، اتمنى اكون شرحته لك بشكل كويس. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.